أعزائي المشاهدين، أول شيء بقوله أشكر كل شخص تابع الحلقة الأولى، كل شخص عمل لايك، كل شخص عمل سبسكرايب واشترك معنا في القناة، كل شخص تواصل معنا وشجعنا ودعمنا سواء بالتعليقات أو بالرسائل الخاصة. أحب أقول لكم تشكرات كثيرات. فلنبدأ الحلقة. من هو العزوبي؟ العزوبي هو شخص مبسوط الصباح، مرتاح الظهر، يلفلف في الشوارع العصر، مروق المغرب وفاهل لها العشاء، بس مشكلته آخر الليل تجي أفكار ومشاعر فاضية ما تدري من فين، يعني يجلس على الواتساب، يتابع فيلم، يلعب بلاي ستيشن، ما في، تحس إنه في شيء ناقصه. عشان هذا الشيء اللي ناقصه يبدا الشاب يتصرف تصرفات غريبه شويه، يعني لا تستغرب اذا شفت شاب في علامات الرجوله كامله. يعني كيف اوصف لكم الرجوله؟ يعني تحصل واحد فيه شنب ودقن طالع من هنا وشعر في صدره، يعني رجال يعني ما شاء الله، وفي النهايه يتصرف تصرفات بس هذا الرجل انا ما الومه بصراحه، يعني لانه وصل اعلى مراتب التطور الفكري والنضوج العقلي، يبغى يتزوج ما يقدر. يا سكري اكاونتك يجي منها يا ما تستحي والله. يلعن ام المزة. زمان ايام الخلافه العثمانيه اللي يوصل 24 سنه لسه ما يتزوج يكشفون عليه عشان يتاكدون هل عنده مشكله نفسيه منعته من الزواج، لانه في بالهم انه مو معقول واحد يوصل سن 24 ولسه ما يتزوج. اما الحين عادي توصل 24 25 30 امورك طيبه. اصلا الحين مين اللي يتزوج؟ هم اثنين، هذول الاثنين لما جاء قطار الزواج ركبوا فيه وراح الباقيين فاتهم القطار ما يتزوجون. الاول واحد فجاه ابوه قرر يصير جد ويبغى يشوف عياله وهذا شيء من حقه، فيزوج ولده زواج محمول مشمول ما يدفع فيه ولا ريال. انت هناك يا شاب تحس ان وظيفتك من ذا الزواج هو اعمار الارض والحفاظ على البشريه من الانقراض، يعني ما تسوي شيء، ادخل خلص شغلك اطلع يعني بس ولا تسوي شيء. الثاني هذاك اللي يغترب برا ويشتغل وينقرف ويجمع فلوس عشان يتزوج، وفي النهايه البنت تقول لك والله ما جانا من وراء الزواج غير وجع القلب. هذه البنت بالذات يبغى لها كف، مو الكف العادي اللي زي كذا، كف ابوه 3 ايام اغماء. ما جوزك خلاص. لا ما جوزك. بس ما تحسون انه في مؤامره ضدنا احنا الشباب؟ يعني زمان كان الزواج سهل وميسر لكل الناس والفساد كان قليل، الحين العكس تماما، يعني صار الزواج صعب جدا والفساد في كل مكان. صار الفساد يعني حتى في الجوال، في البيت، في السيارة، في الشارع، في كل مكان. بعدين يجي الواحد يقول لك والله الشباب هاليومين ما فيهم خير، لا الشباب فيهم خير، بس الوضع اللي عايشين فيه يعني ثورات ربيع عربي، غلاء الأجانب ما يواجهون مشكلة في الزواج، يعني قلبها ارتاح له وقلبه ارتاح لها خلاص يتزوجون، لا مهر ولا تكاليف، كلها عصير وكاكا في كنيسة. أتقبل بها؟ نعم. أتقبلين به؟ نعم. وخلاص ويتزوجون. هذا الحين مع وصول أخواتنا السوريات أقترح على الشباب إعادة النظر في موضوع الزواج، يعني منها تتزوج وتستر عليها وتساهم في تحسين المنتج المحلي، ومنها تسمع لك كلام حلو يعني. مساء الخير والسعادة على السكر الزيادة. مساء الخير، مين حضرتك استاذ؟ أنا حزلقوم. شو؟ حزلقوم. شو؟ على فكرة شو كمان وهكتب عليكي حالا. هو حضرتك تركية؟ لا طبعا. تركية مدبلجة يعني؟ شو يعني مدبلجة؟ يعني ده صوتك الطبيعي؟ طبعا صوتي الطبيعي. اللهم صل على النبي. في نوع من الناس يقهرك، هذاك اللي لسه تزوج، لا وحتى لسه ما تزوج لسه خطب، وتصير واحدة من أولوياته إنه ينكد عليك أنت كعزوبي، يعني يرسل لك منشورات رومانسية في الفيس والواتساب، شوية يرسل لك أشعار حب،
ما في اي احترام لمشاعرك انت كانسان وحيد وعزوبي، يرتاحوا لما يدعس على مشاعر. واللي اخص من كذا انه بعد ما يتزوج يقلب شخصيه ثانيه، سبحان الله، يعني ياتيه العقل من حيث لا يحتسب، ويجي يسالك ليه ما تتزوج؟ الزواج حلو. والله انا الحين قاعد اجمع المهر حق حضرتها، والحمد لله الحين وصلت 3000 ريال. بالنسبه للشباب خفوا علينا شويه بالطلبات والمواصفات، يعني ابغاها تكون صغيره ومزيونه، يعني لا طويله طول زرافه ولا قصيره قزمه، يعني تكون اقصر مني، وابغى شعرها يكون كارلي او ناعم وطويل لين هنا، يعني لا هي بيضه بياض سوريه ولا هي سوداء، يعني تكون سمراء، انا احب سمراء. خف علينا يا توم كروز، انت شفت وجهك في المرايه؟ انت يا اكرم شفت وجهك في المرايه؟ اصلا انت، انا طول عمري من البدايه كنت بموضوع غلاء المهور والاشياء اللي تصعب الشاب انه يتزوج، بس دحين غيرت رايي. ممكن يا اباء ويا اولياء الامور تخلون المهر $1,000,000، لانه من جد الموضوع تجاوز حده يبغى له وقفه. صار الزواج زي وصول المنتخب اليمني لكاس العالم من 7 المستحيلات، يعني هم صح انهم في البطوله الاخيره ادوا بشكل حلو واخذوا نقطتين، يعني كل مره ياخذوا نقطه، المره اخذوا نقطتين. أنا اليوم الحقيقة أرفع القبعة من أول الشوط الأول، أرفع القبعة للبحرين لليمن وأيضا البحرين، لكن اليمن الحقيقة قدموا مباراة رائعة، نقول لهم كده. عاهد شعبنا نبني وطننا، وفي حب البناء والمجد صرنا سود العز صناع المكارم. بوينغ. بس أنا أشوف إن العزوبية حلوة، يعني منها تنام وتصحى وتروح وتيجي زي ما تبغى، ما حد يزعجك، ومنها يكون عندك الوقت الكافي انك تتعلم مهارات جديده، مثلا كيف تستخدم الغساله وتغسل ثيابك بنفسك بدون ما تعتمد على حد. في نهايه الحلقه لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب، واذا عندكم اي مواضيع حابين احنا نتكلم عنها حطوها تحت في التعليقات او راسلونا عبر الحساب الخاص. يعطيكم العافيه. شغل سجاره. الله يخرب بيت العزوبيه. لكن الأخير وصلت المنتخب اليمني. شوف لمساتهم، شوف نقلاتهم، شوف محاولات المنتخب اليمني. للأمانة أنا لست هنا لتمجيد ولا لرفع ولا لأمور مثل ذلك، لكن هذا ما يحدث، هذه ممكن جول.